مثلها مثل العديد من النساء في شمال وشرق سوريا، أثبتت أن لا إرادة تعلو على إرادة المرأة في وصولها إلى طموحها نحو الاستقرار والتميز والاعتماد على نفسها. ولأن الصناعات اليدوية حرفة أتقنتها النساء منذ آلاف السنين وطورنها بتميز وحافظوا على الإرث الثقافي والإنساني للمجتمعات، فما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. ومنهن اسمي سهاد ملا رسول، بشتغل مدرسة، كنت بثانوية الفنون النسوية، درست الفنون ودرست معهد إعداد مدرسين، درست فترة للأولاد الصغار بالهلالية. بعدين بسبب الأحداث صرت أميد مكتبة، بس وقت الكورونا شفت هالأساور محطوطين على الانترنت، حبيت أجرب إنه أشوف حالي بيطلع بإيدي يشتغل ولا لا. والله زبطت، كان عندي خيطان لماكينة الخياطة، بما إنه رفاعة كتير بلشت أضمهم مع بعضهم وأبرمهم وسويت أسوارة لبنتي، ومن هون بلشنا. صار رفقاتي يساووا، رفقاتي خلي أمك تعمل لنا وقد ما بدنا بنعطيها. شوي 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 طمعت، يعني صارت والله شو مشي الشغل. حاليا أنا بالحي الغربي ساكنة وعم نشتغل تواصي عن طريق الانستغرام والفيسبوك. أول ما بلشت بصفحة في الفيس، بس بالفيس ما استفدت منها مثل الانستغرام. الانستغرام عطتني شغل أكتر لمثلي، يعني ما فيني الواحد يقول زباين، لمثلي أصدقاء أكتر، عرفت أكتر من خلال الصفحة تبعي. المساعدات ما في حدا بيساعدني حاليا، كانت في بنت وتجوزت وراحت، اللي بيساعدني هي بنتي أدمن الصفحة. تقول أنا ما حبيت الشغل، أنا ما فيني أشتغل مثلك بإيدي، بدها بال طويل، بدها هدوء، يعني بدها هدوء، بدها بال طويل، يعني ما بدك تكون يعني واحد بيشتغل برواق. إذا كنت معصبة متضايقة هذا الشغل بيخليك تفشي قلبك فيه، ترتاحي، بيعطيك رياحة، بتنسي الناس، بتنسي اللي حواليك، بتنسي مشاكل الدنيا كلها. بالحالات العادية الناس كتير، خصوصا وقت الكورونا الناس كتير سكرت محلاتها. أنا بالعكس أيام الكورونا زاد شغلي لأني ما عندي محل أشتغل فيه. فكرة المحل كتير كتير حلوة، وبالعكس يعني بتخليكي يعني يصير شو بيقولوا إنه أنت بيصير عندك التسويق أكتر للقطعة اللي أنت عم تشتغليها، لأنه واحد جاي ياخد اسوارته وشاف اسوارة تانية عجبته، ما كان منتبه لها إنه ممكن على التصوير ما تكون بجمالية الواقع، فيوم بيشوفها على الواقع يمكن يشتري أكتر. بس أنا لما عم أدور بدي أدور محلات عم يطلبوا أسعار خيالية، وشغلي لحد هلأ ما بيسمح لي إني أنا أستأجر محل أو أشتري محل. بشتري محل مستحيل، وإذا بدي أستأجر عم يطلبوا بالدولار. أنا ما عم بشتغل هالكمية اللي تخليني إني أفتح محل، ولا نفسي أفتح محل، ونفسي يكون معي بنات يشتغلوا معي، لأنه شغل كتير حلو، والبنات الجيل هلأ الصغير عم يحب هالشغل، عم يرغبها. وأنا ما عم حاول إنه بس بالخيطان، عم حاول أسوي إكسسوارات أكتر، طولها أكتر. وتجد في مهنتها حرفة تراثية ووسيلة مادية تساعدها في تطوير ذاتها، وتشعر بالسعادة والراحة النفسية حين تجد منتوجاتها مقتناة بين الناس. فدائما إذا بدك تستقلي برأيك ويكون لك صاحبة رأي، لازم تكوني مستقلة اقتصاديا، ما يكون حدا له منية عليكي، أنا عم بصرف عليكي. هذا كتير حلو. بعدين قد ما أخذتي لو كان مبلغ قليل، المبلغ اللي بتاخديه من شغلك له لذة. أنا اشتغلت، تعبي أنا، عرقي أنا، يعني هيك فرحانة فيه، مثل أول راتب قبضته ما بنسى. يعني هذا شغلي، رغم إنه كان جوزي عم يعطيني قده ب4 أضعاف أو 5 أضعاف، بس هذا شغلي أنا، تعبي أنا، إنجازي أنا. لما اشتغلت أثبت وجودي، ليش حتى ما أشوف حالي بشغلي؟ وين الغلط؟ يعني أنا عملت شغلة حلوة، إن حدا مدحني فيها ولا ما مدحني ما بتفرق معي، لأني أنا بعرف حالي اشتغل شيء حلو، فن حلو، قليل ما في غيري، أنا وحدة 2 تانيات معي عم يشتغلوا. العديد من النساء يستفدن من أوقات فراغهن في المنزل، فيقمن بصناعات وأعمال تفيدهن، مثل أسرة سهاد ملا رسول، وتترك بصمتها على المجتمع.